ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. انا النهارده بنقل لكم السيت اب بتاع حفله كوكاكولا اللي هي جوله كاس العالم في مصر، النسخه الاصليه اللي المفروض توصل مصر بكره. والحفله دي هتبقى في استاد القاهره اللي انا فيه دلوقتي، وشايفه التجهيزات بتاعته. شركه كوكاكولا هي الشركه الراعيه للحفله، وهي الشركه المنظمه بصفتها، يعني الشركه الراعيه لكاس العالم. وهيتعمل حفله هنا طبعا. تجهيزات سيت اب بتبدأ من النهارده، والحفلة دي بتيكت تقدروا تحجزوه من على موقع كوكاكولا. في أماكن هنا يعني انترتينمنت كده اهو زي ما انتم شايفين. محمد رمضان هيجي يغني طبعا على المسرح اللي هناك ده. أكيد حفلة تبقى جامدة يعني. أي حاجة بتتنظم هنا في مصر بتبقى جامدة يعني. وفي حفلة طبعا بكرة في المتحف الكبير قصدي، علشان دي جولة كأس العالم في مصر. طبعا دي بارتيشنات بقى علشان الايه، الناس بقى اللي هتيجي تحضر الحفلة ما تشتري، ما تجيبش معاها حاجة، هتيجي تاخد هنا من الحاجات دي. والجو هنا ساقع تلج، بيلبسوا بقى بلاطي بقى وجواكت بقى وتقلوا شوية. شاورما وبيتزا، سيشانات هنا. والاسعار كمان حاطينها لكم. بصوا الاسعار بقى، تصدموا في الاسعار دي شويه. اعمل حسابك ان انت تبقى جاي الحفله وجايب معاك مثلا ايه، بوكيت ماني كده، عشان تجيب اللي انت عايزه من البرتشانات دي. ودي المسرح اللي هيغني عليه محمد رمضان، صاحبي وحبيبي وعشرة عمري اهو. ده المسرح بتاع الحفله. ان شاء الله تبقى حفله جميله والناس تروح مبسوطه. ومجموعه مصر في كاس العالم اكيد مجموعه سهله، باستثناء بلجيكا اللي الناس كلها خايفه منها. هي شايفة ان بلجيكا اتغلبت من مصر قبل كده يعني. مش فاكرة التاريخ بالظبط، افتكروه انتوا بقى. بس آه يعني انا سقعانة وبردانة، وعايزة اقول لكم ان انا ممكن ما اجيش الحفلة دي اصلا يعني. هيونداي طبعا عاملة بارتيشن ليها، ماك عامل بارتيشن ليه. شجع منتخب مصر يا جماعة.